اهلا بكل محبي الدوري الانجليزي بيتفرجوا علينا من كل مكان. معاكم احمد وسلمى والحديث عن الجوله الدبل جيم ويك ال 25 لاربع فرق مهمين جدا هنتكلم عنها النهارده في الحلقه ان شاء الله. فركزوا كده معانا هنجاوب على كل اسئلتكم قبل ما انتوا تسالوها، بس الاول ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفتحوا جرس التنبيهات وتقولوا لنا دايما رايكم في الكومنتات وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت زي الفلوج اللي لسه نازل. ويلا بينا يلا بينا نبدا. طيب احنا عاملين لكم حلقه مختلفه المره دي، وكالعاده قولوا لنا رايكم في الكومنتات عشان نعرف نكمل من الطريقه دي. احنا هنتكلم عن كل نقاط المناقشه اللي موجوده، يعني احنا في عالم الفانتسي الناس بتتكلم في ايه الاصابات اللي حصلت، نجيب مين بدلهم، بنفكر في مين في الدبل، هنكابتن مين. اي سؤال هيطرح على بالك من قبل ما تساله هتلاقينا جاوبنا عليه. يلا اول حاجه يلا بينا نتكلم عن الاصابات اول حاجه، لان الاصابات دي تفتح لنا مجال للعيبه تانية ممكن نستغلها كويس قوي في الفانتسي، وخصوصا في الدبل جيم ويك، وخصوصا مع السيتي وليفربول. بالظبط، يعني انا فريقي وانت فريقك اتاثروا بالاصابات صح. بطريقه عكس بعض. يعني مثلا انت كان عندك ترينت الكسندر ارنولد، انا كان نفسي فيه، الحمد لله اني ما جبتوش. عملت ايه ولا هتعمل ايه بيه؟ عندي سكتين اروح لهم، مع اني هقول حاجه عكس اللي قلته وعكس اللي انا بامن بيه الفتره اللي فاتت كلها، وهو ان انا بدات افكر في مدافعين السيتي. ليه؟ لان يعني دبل ما جيم انا ويك، كنت قاعده بقول لك كده، اصل على ماتشين يعني. ما هو على ماتشين. انا مشكلتي بس او فكرتي ان هم مش هيبلانكوا، فدي محمساني قوي ان هم مش هيبلانكوا. بس هي مش دي اللي هتغير رايك، اللي هتغير رايك ان جفارديول اتصاب طبعا فالروتيشن قل يعني. الروتيشن قل، وده يعني مثلا واحد زي اكي لعب اخر 4 ماتشات 90 دقيقه، فلما جفارديول كمان يتصاب اللي هو اصلا بيشاركوا في الدقايق على الجبهه الشمال او في السنتر باك، فدي بتزود قوي من ستونز اكي اللي انا بقوله والرخيص. بقى من قبل كده، يعني اللي اصلا وستونز رجع لعب 90 دقيقه في الدوري، لعب 90 دقيقه في الشامبيونز ليج. بصي انا لسه مش مقتنع بيهم 100%، ما اكذبش عليك، يعني انا مش شايف ان هو افضل خيار لولا الدبل جيم ويك، مش فكرت فيهم خالص. لا، اللي انا عايزه اجيبه كونر برادلي، وحقيقي تقريبا هجيبه. يعني المفروض ان ترانت مصاب 3 اسابيع لغايه الكاراباو كاب، فده معناها انه مش هيلعب ولا صح. ماتش في الدبل جيم ويك مفروض يعني طبعا. بس بفكر في كونر برادلي جدا. ده فكره حلوه جدا لان هو بيهاجم. ماتشات ليفربول اسهل، ماتشين دبل جيم ويك يعتبروا حلوين جدا، احنا نقدر نشتري منهم لعيبه. مشكلتي برضه ترجع وتكون هي نفس الفكره، البلانك جيم ويك في الاسبوع 26 اللي بعديها. بس كمان برادلي ب 4.1 بالظبط. فرخيص قوي، ما عنديش مشكله ان انا اجيبه واقعده على الدكه. بعد كده هيوفر لي حتى فلوس ان انا لو حبيت ارجع صلاح مثلا الاسبوع ده او اللي جاي، وهنتكلم اكتر حته صلاح دي يعني في الفقره اللي جايه. فانا معاكي، دي فكره حلوه جدا. بس انا بقى في فريقي اتاثر بطريقه كويسه بسبب الاصابات، لان انا الفاريز طبعا مخلياه عشان الدبل جيم ويك. انا كده انا عارفه ان دي بروين خد منه ضربات ثابته كتير قوي، وهو ما بداش في الشامبيونز ليج، فدي صح. كانت حاجه لذيذه للي عندهم. انا حاسه ان باصابه برناردو وجريليش كده احنا ضامنين ان الفاريز وفودن والشله بتاعتنا دي كلها هتلعب. ضامنين ان الفاريز وفودن هيلعبوا. يعني في كلام على دوكو، لان دوكو هو اللي بيشارك برضو الجبهه الشمال دي في مانشستر سيتي. وارد ان جوارديولا يعمل حاجه بره الصندوق خالص ويغير، بس ما اعتقدش. حاسس ان على الاقل فودن والفاريز هيبقوا ضامنين مكانهم بشكل كبير. والفكره بس كلها في فودن، هو في حته ان هو بيبقى افيد كفانتسي كمان، خصوصا لما يلعب في نص الملعب. لما يلعب في نص الملعب بيفرق جدا. جاب الهاتريك هو بيلعب نص الملعب. لما لعب على الوينج قل قوي في الشامبيونز ليج مثلا، حسيتيه قل قوي. جاب جول في الدقيقه 90، كان ماتش خلصان خلاص، ودي بروين هو اللي كان حتى ماسك الجبهه اليمين اكتر منه، وهو اللي رجعها له تاني. بس انت ايه رايك في فودن؟ حاسه يعني بلاش، ايه رايك في فودن؟ انا بالنسبه لي فودن ولا دي بقى لازم بروين؟ يكون خلي السؤال عنده. الاحسن، فودن ولا دي بروين؟ لا، انا ولا انا واحد ما عندوش الاثنين. بالنسبه لي برجوع صلاح فودن وصلاح. يعني بالنسبه لي اصل هو دي بروين وحد ولا فودن وصلاح؟ ما انا فكرت اصل خلي بالك، ما هو صلاح هقعد احوش واعمل -4 عشان نجيبه كده بلانك تاني بعديها. فانا فكرت ان انا ممكن اجيب دي بروين دلوقتي، ممكن. ويبقى الفرق بينه وبين صلاح سهل. بعد بلانك ارجع صلاح مكان دي بروين واشيل صداع الروتيشن بتاع انا السيتي. بصراحه عاجبني فودن. دي بروين برضو لعب في الشامبيونز ليج. دي بروين بقى انجري برون، جوارديولا مش هيلعبه لو محتاج يلعبه. حتى شفنا الماتش اللي فات ما بدأش بيه وما نزلوش غير لما عانى في الماتش. بس يعني في الاخر بعد ما قعد دكه جاب اكتر من فودن ومن الفاريز. بس ارقام فودن كويسه قوي. ما هم لعيبه كويسه كلها، ما احنا بنتكلم بس في الفتره ما احنا الزمنيه مش بتاعت هنقعد الاسبوع نرغي في دول. الموضوع ده، اصل هنفضل نرغي لغايه بكره. عادي، ايه المشكله؟ ما مقتنعة- الناس عايزه تسمع الرغي ده، هو ده. لا، انا مقتنعه ان عادي اي حد فيهم. انا بالنسبه لي فودن تمام، مش محتاجه خالص اجيب دي بروين. انا عارفه ان عادي قوي دي بروين ينزل يعمل هاتريك. طول ما انا بتفرج على دي بروين في الملعب ببقى حاطه ايدي على قلبي. ماتشين هوم دي بحس دي بروين هوم بيبقى اون فاير، فقلقان منه الصراحه، وحاسس ان انا ممكن اريسك عليه. بس الفكره كلها هي دي مشكلتي، ان انا لازم اقلل قوي بقى ترند لحد زي كونر برادلي عشان اروح لحد زي دي بروين. غير كده بقى اسهل، مثلا اجيب مثلا اكي وفودن، دول اسهل بكتير طبعا في الترانسفيرز.
الفقرة اللي بعدها هنتكلم عن مين أهم مدافعين عندهم نقاط هجومية، يعني بيهاجموا من الآخر، يعني ده اللي أنت عايزه في مدافع عندك في فانتسي. فبالنسبة لي زي ما قلت الجولة اللي فاتت اوبشن حلو قوي راجيلون، عجبني قوي. ارقام برنتفورد الدفاعيه على فكره اتحسنت قوي مع رجوع توني، مع انه مهاجم يعني، بس صدفه ما عندهم بس توني. منفذ هوا يطلعوا بالكرة عليه، مش بالظبط. كله ضربه في الشتيمه، فاهمه؟ فيقدروا يطلعوا يهاجموا، فالفرقه عامله حسابها شويه حاجه زي كده. فانا راجيلون بالنسبه لي، يعني لو ما كانش كونر برادلي ظهر لي كاوبشن كان كده كده انا كنت موريه لك الترانسفير بتاعي كان هو راجيلون. فبالنسبه لي اوبشن حلو قوي، مش هاي بلانك هايل يعني، مع الكورنرز وبرنتفورد بيعتمدوا على ضربات ثابته كتير قوي، فدي حاجه حلوه. عندهم بين مي، عندهم كذا حد بيخطف بدماغه. وانا بس مشكلتي ماتشاتهم صعبه، فهو حته كلين شيتس جابوا كلين شيت الماتش اللي فات، بس الماتشات اللي جايين صعب قوي بس اتكلمنا في الموضوع ده الاسبوع اللي فات، مفيش ماتش سهل بالنسبه للكلين شيتس، كله بيخش فيه جوان، فخلاص تبقى بتلعب على ماتشين احسن من انك تبقى اكيد بتلعب على ماتشين ولا حد هجومي. اكيد ده اوبشن هيبقى حلو جدا. طبعا كونر برادلي اتكلمنا عليه خلاص، مش هنعيد ونزيد فيه تاني. في اتنين اتكلمنا عنهم الاسبوع اللي فات وقلنا ان فرقهم دفاعيا مش احسن حاجه، بس هم هجومين جامدين قوي، كان جوستو وتريبير. والاثنين دخل فيهم اجوان، بس الاثنين عرفوا يعملوا اتاكينج ريتيرنز، فطبعا دول هيفضلوا معانا، ما عدا بس جوستو عشان عنده بلانك. فطبعا تريبير يعني لو حد عايز حد سنجل جيم ويك، تريبير اوبشن حلو جدا. فان دايك واكيد توقع لهم نقط كويسه الجوله دي، بس دوتي طبعا اللي بنتكلم عنه من زمان قوي، اللي اتفرج على ماتش لوتن اللي فات هو اكتر لاعب مهاجم في لوتن، اكتر متقدم في الملعب. أيوة دي حقيقه يعني دي حاجه غريبه جدا. فدوتي بالنسبه لي اوبشن حلو جدا جدا جدا. هيلبسوا جوان، بس هو هيعمل سناسي بعد الجوله 26. سناسي حلو لان هو عنده دبل في الاسبوع 28. بورموث عندها دبل مع لوتن وشيفيلد، فده هيبقى الماتشين لذاذ جدا، والاثنين اعتقد هوم كمان، في حاجه حلوه جدا. تاني اعلى واحد نون بينالتي اكس جي اي. هو بقاله فتره عامل فورمه حلوه، بس هو برضه دفاع بورموث مش حلو، فعندنا وقت نصبر عليه شويه يعني، دلوقتي نتفرج عليه اكتر. دفاعهم مش وحش بس نستنى. ارقامهم مش وحشه، بس بيلبسوا جوان يعني، فاهمه؟ يعني الاسبوع اللي فات لبسوا 3 جوان، غلطات غبيه، بس يعني فاهم قصدك في لعيب زي ده. نروح للي عايزه اتكلم فيه بعد كده. المشكله ان لما يبقى فيه دبل جيم ويكس والحاجات دي كله ما بيركزش غير فيها يعني، صح. كله قاعد يملى فريقه بليفربول، بعدين فجاه هنلاقيه فمين بتفكر فيه على المدى الاطول شويه؟ في اي ترانسفير مثلا انت ناوي تعمله؟ يعني حد لازم يكون عندك بس مش هتجيبه الجوله دي، بس عايز تجيبه في البلان، حد المدافعين ولا حد لعيبه عامه؟ طبعا صلاح مش عيد وزيد طبعا، اكيد صلاح لما يرجع اساسي هيبقى. واصلا خلي بالك انا نفسي يكون في معلومه بس ان هو يبدا اساسي الماتشين دول، هاخد الريسك واجيبه باي طريقه، لان هو ممكن يبقى اوبشن حلو جدا في ماتشين زي دول. وعلى فكره هيأثر على يوتا وكده، فاحنا نفسنا نعرف طبعا انتوا بتنامي خلاص مننا. معلش يا جماعه، بس احنا طبعا عارفين القصه، بنستنى ادم ينام وجدة سلمى تنام عشان نصور، وكل احنا كمان بننام اصلا معاهم. فيعني نرجع لموضوعنا. ما هي دي الفكره، ان ممكن دقايق يوتا تقل، ممكن دقايق لويس دياز تقل، ممكن دقايق داروين كلهم يبقى عندهم ريسك ان دقايقهم تقل، فطبعا هنلخفن الدنيا. ما اعتقدش ان صلاح هيبدا الماتش يعني. انا حاسه مش هيبدا الاولاني، هيبدا الثاني، اول ماتش في الجوله، فيعني ممكن يبقى فيه ليك على فكره يعني. هو اول ماتش في الجوله، فدي حاجه حلوه الصراحه. اللي انا هموت واجيبه هو يعني كده في حد هموت واجيبه، بقول لكم كده بقالي كتير قوي وهجيبه تقريبا، بس اللي هموت واجيبه بعد كده هو سولانكي. اوكي، عشان يعني في الدبلز والحاجات دي يعني مع ان ارقامه مش احسن حاجه اخر جولتين، بس بالنسبه لي اوبشن حلو قوي. عنده دبل، بورنموث بيلعبوا كوره حلوه زي ما بنقول، فاوبشن حلو. هتعمل ايه بقى في الناس اللي عندك؟ يعني الناس اللي زي واتكنز، الناس اللي زي ساكا. لا، ساكا الراجل الصراحه خلاص اهو، اخيرا بدا يجيب بقى بتاع 4-5 جوان في اخر 4 ماتشات، اعلى حاجه في كل حاجه، اكتر واحد شاط على الجون تقريبا، او عمل فرص الماتش اللي فات ده. طبعا هو ماتش 6-0، فطبعا يعني الدنيا كانت فاتحه خالص على البحري، كلهم عليوا في فاتحه على البحري خالص. لا، فساكا هيتساب. انا مش مشكلتي في حد زي ده، مشكلتي بقى في الناس اللي هي ايه، واتكنز برضه هسيبه يعني. واتكنز كان حظه وحش قوي الماتش اللي فات قوي قوي، واستون فيلا اصلا كان حظهم وحش، ما كانوش اوحش من يونايتد، حتى اقل واجب يتعادلوا الماتش كان متكافئ جدا بين الاثنين، لو مش فيلا سنه كانوا افضل. هو ساعات اونانا كده بيقلب نوير، وهو نوير بقى بيقلب اونانا يعني الاثنين بقى بيعكسوا مع بعضيهم. ممكن يعني حاسس بورو الناس بدات تبيعه، ونفسي انا اخليه، فيبدا عندي ديفرنشال جامد كده ما حدش واخد باله منه. ارقام الماتش اللي فات فعلا كانت وحشه قوي. هو دفاع عامه توتنهام وحش، هو دفاع توتنهام فعلا وحش، وبيقول كده من اول الموسم دفاعهم وحش جدا، وده اللي ممكن ياثر عليهم في منافسه التوب فور عامه على المدى البعيد. بس بسوما رجع، سون رجع، يمكن يبداوا يفوقوا شويه. انا ما عنديش ناس كتير بلانك، فاقدر اخليه وريسك ان هو بديفرنشال شويه عني، يعني ده بفكر فيه. باسكال جروس الصراحه الراجل انصفني اسبوعين ورا بعض، جاب لي 11 في 10 من السما، فده كده كنت هبيعه. يعني في احتمال لو هجيب دي بروين، لما كنت هتبيعه يا ريتك كنت هبيعه، بس قلت لا، اصبر يا ابو حميده اصبر، والصراحه الراجل كافئني. في امل ان انا ابيعه،
عشان اجيب دي بروين، لو مش هجيب دي بروين اجيب فودن، مش مشكله، انا لازم ابيع، ممكن ابيع هو مكانه ده اللي انا بالمر. بقوله بقى. بس هبيع بالمر لان بالمر عنده سيتي في بلانك، حته بالظبط. سيتي في بلانك دي لا ممكن ابيعه، وبعد كده ابقى اشتريه تاني مكان جوردن اللي عندي، عادي ما عنديش مشكله معاه، ممكن ابيعه كمان اسبوعين، اشوف اجربه اسبوعين ثلاثه اشوف هيعمل ايه. باسكال جروس ساعتها ممكن ماتشاته هتكون قلبت شويه، فممكن ابدلهم تاني مع بعض. وبرضه هيبان اكتر عن ماتشات الكاس مين اللي هيبلانك في 29 بجد خلاص بقى رسميا، ومين اللي هنعرف ممكن المفروض يلعب. قبل الجوله 27 بالظبط موضوع كده. الكاس ده. الفقره دي بقى حلوه قوي، وسلمى متميزه فيها، لان احنا هنتكلم عن اللعيبه الديفرنشالز اللي محدش واخد باله منها، او ناس قليله اللي واخدين بالهم منها مش اكتر. هو مش شرط يكون محدش واخد باله منها يعني، بس الاونرشيب بتاعهم بيكون قليل بالظبط. يعني. واولهم حد انا عايزه اجيبه، مش بس عشان انا مقتنعه بيه قوي، عشان اعرف اجيب صلاح. انا عارفه اني هبقى عايزه صلاح قريب، عايزه ابتدي اتكتك للموضوع ده من بدري، فانا جارناتشو. والله بجد اللي متابعنا عارف انا بقول على جارناتشو من قبل ما يبدا يعمل. هو بجد اوبشن حلو قوي، ارقامه حلوه قوي، كان المفروض اصلا يجيب اجوان اكتر من اللي عملها عارفه مفكرني بايه جرناتشو؟ مفكرني بمارتينيلي لما جبتيه من كام سنه كده برضه، فاكر؟ قبل ما يبدا يبقى في حاجه اسمها مارتينيلي وظبطك ساعتها برضه. فجارناتشو هو مارتينيلي بتاعي الجديد، وتقريبا هو ده هيكون الترانسفير بتاعي لو مش الجوله دي اللي بعدها. هبيع ريتشارلسون، مع ان ريتشارلسون ارقامه كويسه قوي، بس طبعا عشان عنده البلانك وانا عندي ناس كتير قوي، فهبيع ريتشارلسون واجيب جارناتشو وافدي فلوس لصلاح. اللعيب اللي بعد كده وهو ديكلان رايس. ديكلان رايس طبعا كعامه ككوره الناس كلها شايفه ان هو من احسن صفقات السنه دي وراجل منفجر، بس كفانتسي بقى احنا بنبص على حاجات تانية خالص، بنبص على الكرات الثابته اللي بقى هي معاه ارسنال معتمده عليها جدا جدا، وهم كويسين فيها من اول الموسم، بس بقى كويس يعني بقوا احسن فيها كمان بعد ديكلان رايس بقى ماسكهم تقريبا من ديسمبر اللي فات، بقوا احسن بكتير. الماتش اللي فات ده يعني انا ما صدقت اخيرا صليبه جاب جون، مش جبري اللي مر على التغيير، طبعا جبري حط اللي بعديها، ولا قبل بقى الكوره راح رايح متكلم مع ديكلان رايس قال له كده بينه وبين بعض، راح راجع في ال 18 حاططها بدماغه، اللي هو يا جماعه ده انتوا مش ممكن، ده جبري اللي رايس ايه ده. ديفرنشال حلو قوي للي عايز يجيب حد. فكرتني بقى بموضوع رايس ده، ان انا عندي رايا اللي هيلاعب برنتفورد اللي هو على صح. لون منهم، فهيبلانك، فركزوا للي عندهم رايا ان رايا هيبلانك ضد برنتفورد، فيعني دي حاجه لازم تاخدوا بالكم منها. برضه ديفرنشال تاني هو فوفانا، ديفيد داتري فوفانا اللي راح بيرنلي، وارقامه يا جماعه ده ابننا ده خلي بالك، ما انا عارفه ابننا ما من أنا عشان كده تشيلسي ده ببص لها. ارقامه هايله هايله هايله. لو حد عايز بقى الديفرنشالز ويجيب حد من بيرنلي، هو اوبشن حلو. في برضه جيكوب رامزي اللي اخيرا شفناه بيرجع تاني لفريق استون فيلا في نص الملعب، اللعيب ده كان السنه اللي فاتت عامل موسم جبار، احنا عارفين هو قادر على لعيب ايه، كويس قوي قوي قوي، نص ملعب بوكس تو بوكس دريبلر شويت، وكمان عند عينه حلو قوي على الجون. الماتش اللي فات ده اخوه في الدوري في بيرنلي تقريبا صح. هو الواد بجد عينه حلوه جدا على الجون، غير كده كمان هو سريع، فهو بيعرف ينزل بين السنتر باك والرايت باك اللي جنبه مثلا، يسقط ما بينهم، يستلم الكرة ويلف ويودي كرة حلوه على الجون على طول. لعب حلو جدا الماتش اللي فات، لسه مستني نشوفه اكتر، بس جايز يكون اوبشن ريسكي ديفرنشال حلو جدا. اللي ارقامه حلوه قوي في استون فيلا، واتفاجئت وهو مجن ارقامه، بس مجن على طول جامد. بس ارقامه الهجوم يعني كان بيبقى جامد في الملعب عشان بيشوط من، بس ارقامه الهجوميه بقت جامده يعني فدي حاجه فاجئتني. عاده ودوجلاس لويس برضه نفس الكلام، دايما هيفضل بعد الهشك بشك اللي عملها لنا دي. طيب وفي اخر واحد معانا وهو لويس دياس. العين كلها على يوتا وعلى نونيز ودلوقتي على صلاح وكونر برادلي، مع ان لويس دياس ارقامه احسن ارقام هجوميه فيهم، مع ان متعودين ان يوتا بيبقى احسن ارقام. لا، لويس دياس اخر ماتشين احسن ارقام فيهم في الشوطات اللي جوه الصندوق وعلى المرمى. هو الواد يوتا مش محتاج عامه ارقام، هو قلنا ان هو بيبقى قد كده يطلع يجيب الهيد في وسط الكورنر، حارس المرمى بايده، نونيز قدامه، فان دايك قدامه، تحس الكوره مغناطيس على دماغ يوتا لوحده، فجاه كده داخل جوه الجول، اللي هو مين اللي جابها؟ يوتا طبعا اكيد، زي ما قلنا من اول الموسم والله. طيب انا عملت لكم لسته كده سريعه، مش عايزه ارغي فيها كتير قوي، بس كنت ببص على اكتر لعيبه في كل مركز هتجيب نقط من الجوله ال 25 لل 29، واكتر ناس فيهم فاليو، يعني سعرهم مضروب في النقط اللي هيجيبوها على رقم. فعندك فلاكن، عندك ناتو، وعندك كامينسكي. الثلاثه في الحراس دول لو عايزين حد رخيص، طبعا اليسون وادرسون وكده، بس انا بقول لكم على الرخاص. نخش بقى على اهم فقره الاسبوع ده، وهي الكابتنه، بس هي مش اهم قوي لان هي غالبا 90% و99% كمان حتى هيكابتنوا هالاند، وهو ده الخيار الاوقع. الكلام بقى في هل هنتريبل كابتن هالاند ولا لا، لان انا جديا بفكر فيها. فانت ايه رايك؟ انت ممكن تكابتنيه تريبل كابتنيه، بتفكري في ايه؟ انا بصراحه بحب اخلي الشيبس لغايه اخر لحظه، ما اعرفش ليه، بعمل اكن بخاف كده استخدمها وبعدين تقلش، بس حاسه لا، هالاند تريبل كابتن يعني كان نفسي يبقى قلبي جريء اني اعملها.
حاسه ما فيهاش بقى فاتي كتير الاسبوع ده. حاسه لو حد عايز ديفرنشال هيبقى فودن او الفاريز او نونز او يوتا. يعني صعبه قوي قوي اكابتن حد ما عندوش دبل، وليفربول وسيتي اللي هم اكتر فرق تقريبا بالظبط. جامده عندهم دبل يعني المفروض. فتريبل كابتن وارده جدا جدا جدا، اي حد هيعملها برافو عليه. يعني هو ده الاسبوع الصح للتريبل كابتن. يعني انا بس اللي جاينا وبس كده يا جماعه. يا رب تكون عجبتكم الحلقه وما نكونش طولنا عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا حجر التنبيهات وتقولوا لنا دايما رايكم في الكومنتات وتتفرجوا على فيديوهاتنا القديمه، ونشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله.